السلام عليكم. النهارده طبعا عايزين نبدا مع بعض حل امتحان اولى ثانوي علشان نقدر نوظف الكلام ده طبعا مع اجابتي في الامتحان. المهم نبدا مع بعض النهارده طبعا في الاختبار اللي عايزين ناخده مع بعض ان شاء الله. في بدايه اول موديل معايا بيقول لي هنا choose the two correct answer from 5 options that we can choose from it. Okay, I hope this beautiful weather will last throughout the weekend. The synonyms of word last are space and space. Okay. طيب أنا بتمنى الطقس اللذيذ ده الطقس الجميل will last through من خلال weekend. The synonym المرادفات المعنى لكلمة last. تمام. last معناها كفعل عندي، مش هقول بقى الماضي ولا الكلام ده، بمعنى يدوم او يستمر. طيب ايه الافعال عندي؟ end ينتهي، continue يدوم او يستمر، finish ينتهي، remain يظل، stick يوقف او يتعلق عنه. يبقى طبعا الاجابه عندي continue اللي هي يستمر، و remain اللي هي يظل، حاجه لسه معايا او باقيه معايا طبعا في الحاجات اللي موجوده عندي كاستمراريه. نمبر 2 every year we commemorate. معنى commemorate ايه؟ خلي بالكم من المعاني لان في معاني كتير طبعا معايا لازم اخلي بالي منها كويس جدا. كوموريت معناها احياء الذكرى، بحيي ذكرى حاجه، ذكرى مثلا جواز بابا وماما، ذكرى مثلا حاجه عندي، الكلام ده كله ليه انفرسري اللي هي السنويه او الذكرى السنويه of nations independence. The antonyms of the word commemorate are commemorate احياء الذكرى، remember يتذكر، honor شرف او فخر، forget ينسى، celebrate يحتفل، ignore يتجاهل. طيب احنا عايزين الانتونيمز اللي هي المرادفات احياء الذكرى. طب احياء الذكرى انا هعمل ايه؟ هل هتذكر احياء honor فخر؟ لا، يبقى الاجابه عكس احياء، انا هنسى. فالطبيعي تبقى عندي طبعا كلمه forget. وايه تاني كمان عايز اختار اثنين تشويس، وهتبقى ignore اللي هي يتجاهل. تمام. ده طبعا اول سؤال عندي اللي هو بختار الاثنين التشويس اللي موجود عندي. تمام جدا. بعد كده قلنا عندنا عايزين نبدا نجاوب على التشوز اللي هو اختار only one، اختار علامه واحده بس من اللي موجوده عندي. كلام جميل. طيب يقول لي they used to before me when they met me at the airport. طيب كلام جميل. they used to هم عندي بيبقى بمعنى اعتاد على before اعتاد على me when they met me at the airport. walk هيمشوا معايا قبل ما they met me في المطار، ولا go ولا surf ولا track. طيب walk مش هينفع او go مش هينفع. Japanese are so welcome. الجابانيز دول بيعملوا ايه عندي طبعا؟ ولا سيرف ولا تراك. اليابانيين من عاداتهم ان هم طبعا نيجي نعمل ايه؟ نوطي كده سيكاها صح ولا لا؟ ايوه طبعا. يبقى اللي هي طبعا بو سوري. عندنا الاجابه اللي هتبقى دي لفوق، سوري انا نزلت تحت. تمام بو. طيب نمبر 2 we stopped for a minute to the guests who came to the wedding party. نحن توقفنا في الماضي طبعا in the past regular verb for a minute لمده دقيقه the guests الضيوف who came the wedding party. يبقى احنا توقفنا دقيقه لكي نعمل ايه؟ ندوم او نستمر ولا جو ولا جريت ولا سن. طبعا الضيوف داخله علينا احنا بنحييهم التحيه العاديه معانا تبقى طبعا جريت اللي هي يحيي. تمام. Number 3 the museum's collections of ancient Egyptian attracts historians from all over the world. يبقى مجموعة المتحف للمصريين القدماء attract بتجذب ايه؟ historians اللي هي الناس التاريخيون من جميع انحاء العالم. يبقى gadget ولا كيمونوز ولا artifacts ولا memories. يبقى gadget اللي هي الادوات، كيمونوز اللي هي الاداه اللي بيحتفل بيها اليابانيون طبعا، artifacts القطع الاثريه، memories. يبقى مجموعه المتحف في المصريين القدماء للاثار او الارتفاكتس القطع الاثريه. attracts بتجذب، artifacts معناها القطع الاثريه بتجذب، attract فعل attract يعني يجذب. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ايه معايا؟ بيقول لي showing for you elders
is an important value in many culture. يعني ظهور او ان انا ابين for you elders ببين ايه؟ an important value in many culture around the world ببين disinterest عدم الاهتمام ولا respect معناها يحترم ولا curiosity الفضول ولا friendless اللي هي الصداقة او الود. يبقى اكيد هبين للناس الكبار اللي هو الالدريز يبقى باين لهم الريسبكت الاحترام. تمام. طبعا بعد ما بحط الكلام ده انا بحط الكلمه المناسبه عندي، احط الكلمه المناسبه عندي علشان اعرف سياق الجمله اللي موجود معايا هيبقى صح ولا غلط. تمام. يعني ما اختارش اي حاجه وامشي، لا لازم اخلي بالي كويس جدا. طيب due to معناها بسبب او يرجع الى due to. تمام. of time we had to cut a presentation short يبقى بسبب الايه نحن اضطرينا الى had to طبعا جاي من have to وhad to معناها مضطرا الى if I don't have any choice. طبعا الفروقات عندي في الموديل فيربس لو عندي حاجه انا ما عنديش اختيار بديل ان انا اعملها بحط معاها عندي طبعا have to. تمام. خلي بالي معايا ايه بقى احنا عندنا ايه بالانس معناها توازن، ليك معناها نقص او ندره، هارموني اللي هي التوافق او التناغم، كيس السلام. يبقى انا عندي ايه؟ ما احنا عايزين نقطع الشورت بتاع العرض التقديم البرزنتيشن يبقى هعمل ايه عندي؟ يبقى طبعا ليك اوف تايم قله او ندره من الوقت. Ambrose Graves was graduating at the top of his class despite many challenges. عمرو ايه؟ تحيات was graduating في التخرج او كان يتخرج at the top of the class. ليه؟ على قمه او هو ناجح على اول الفصل despite many challenges. Achievements, creativity, training, growth. طيب هنا بعتبره ايه كتخرج وطالع على اول قمه؟ achievement انجاز ولا ابداع ولا training ولا growth؟ يبقى الاجابه هتبقى achievement هو انجاز طالع على حاجه طبعا كبيره. طيب if I can't اللي بعده بيقول لي I can't find my phone انا لا استطيع ان اجد الهاتف بتاعي ملكي my phone anyway you it. طيب الاجابه هنا انت كنت الموبايل بتاعك مش لاقيه. تمام. يعني مش لاقيه ولسه لغايه دلوقتي مش لاقيه في اي مكان. ده عندي هيبقى زمن ايه؟ قال لي خلي بالك عندي هنا هيبقى زمن مهم جدا اللي هو ان انا ربطت الماضي اللي موجود معايا بالوقت الحاضر. انا كان في الماضي ولسه لغايه دلوقتي ربطت الزمن ده زمن البريزنت بيرفكت اللي هو زمن المضارع التام. زمن المضارع التام اللي هو بيتكون من هاف وهاز والباست بارتيسيبل. هاف وهاز والباست بارتيسيبل. طيب الاجابه هنا طبعا على ان عندي ديد زمن الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل. ديد تو سي مش هينفع. هاف سين ايوه طبعا تبقى الاجابه عندي هاف سين بيتكون من الاوكسيلري فيرب وبعد كده السبجكت الفاعل بعد كده الباست بارتيسيبل عندي. واخلي بالي قوي من تكوين السؤال عندي لان هو هيبقى باست بارتيسيبل في زمن تكوين الجمله معايا في الفعل اللي موجود عندي اللي هو السين. يعني سين هنا عندنا خلي بالنا هيبقى باست بارتيسيبل التصريف الثالث الفعل الغير منتظم. طيب ندى eat spicy food but now she loves it. طيب ندى ايه؟ عندي طبعا used to معناها معتادا على didn't used to لم يكن معتاد على was used to we get used to. طيب الاجابه هنا عندي بيقول لي but now جبت السنتنس الثاني قال لي but now ولكن الان ايه؟ قال لي الان هي بتحبه. طيب يبقى انا كنت ما بحبوش يبقى الاجابه but now انا هي كانت معتاده على الاكل سبايسي فود. طب اقول معتاد على ولا لم تكن معتاده على في زمن الماضي؟ لما اجي انفي عندي used to طبعا هنفيها ب didn't used to. خلي بالك لان بعد didn't طبعا بيجي وراه الفعل في المصدر يبقى الاجابه didn't use to. يبقى ندى لم تكن معتاده ان هي تاكل الاكل الحار الاكل اللي هو الحراق ولكن الان هي معتاده على الكلام ده. خلي بالي جدا من الترجمه برضو معايا يعني خلي معايا الجرامر خلي معايا الكلمات اترجم الجمله احط الكلمه الصح عندي الجمله كلها معايا طالعه صح. خلاص انا كده عرفت ان انا الجمله عندي ثابته واقدر ان انا